صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. طبعا شايفين الجمال. جبت كيلو فسيخ، الاربع فسيخات دول كيلو. عملته انا اللي عملته طبعا، وطلع احلى من بتاع المحلات بكتير جدا، وعلى الاقل انضف يعني. غسلت الفسيخ كويس جدا، والبوري اقصد سمك البوري. غسلته كويس ونشفته، سبته الاول في الهوا تنشف، وبعد كده جبت مناديل ودخلتها عند الخياشيم كده بتاعته ونشفتها كويس. اهو زي ما انتم شايفين كده. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هنشفها كويس جدا، هفتحها كده وادخل جواها المنديل لحد ما ملاقيهاش طلعت اي مية او اي حاجة معايا. الخطوة دي مهمة عشان ما تبوظش مننا الفسيخ. لو اول مرة تشوفوني اضغطوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة. اهو خلاص. هنا طبعا لقيت المنديل اتبل فغيرته، وهكرر نفس الخطوة في الاربع وحدات فسيخ. اهو زي ما انتوا شايفين كده. لازم ينشف كويس، مش عايزة فيه اي نقطة مية. وهجيب ملح خشن، وهحط عليه بابريكا، واللي عايز يحط بابريكا يحط، اللي مش عايز عادي. بس الملح الخشن افضل من الملح الناعم، لان هو مش بيحدقه قوي يعني، بيخلي ملحه مناسب. اللي عايز يحط كركم برضو يحط، ده اختياري. وزي ما انتوا شايفين كده. خلاص هو اصلا كده اتنشف معايا كله. هجيب اكياس بلاستيك، اللي هي الاكياس بتاعت التلاجة العادية. وهجيب الملح الخشن عليه البابريكا، وهحشي الراس بتاعته كلها، يعني هكبسها ملح. هخليها يعني من كتر الملح تبقى مفتوحة كده زي ما انتوا شايفين. وهمسح على السمكة من بره بالملح اهوت، وهجيب حبة ملح ارشهم جوه الكيس. اهو انا اصلا كنت رشيت في الاول ملح. هغير اتجاه السمكة كده اهوت. هفضل احشي فيها لحد ما الراس تتملى على اخرها. طبعا ده كده هيطلع الفسيخ ملحه مظبوط الطريقة ديت. اللي عايزه مالح اكتر من كده يزود الملح في الكيس. لا بس ما تحطوش اي اضافات تانية غير اللي انا بحطها ديت، لان كده هيطلع زي بتاع بره بالظبط. اهو بصوا، ما تحطوش زيت، ما تحطوش ليمون، ما تحطوش اي حاجة، هو مش محتاج اي حاجة، هو هيستوي كده منه فيه. اهو بصوا، انا حطيت عليه حبة ملح، وحشيت الراس كويس جدا، وطلعت الهوا من الكيس وربطت الكيس. دي اكياس تلاجة عادية. اهو بصوا، هكرر نفس الخطوة في السمكتين التانيين، يعني انا حطيت في كل كيسة سمكتين. مدة الفسيخ دوت قعد بالظبط 8 ايام واستوى. لان هو حجمه متوسط، مش كبير. طبعا الكبير بيقعد حوالي 15 يوم، يعني الكيلو السمكتين بيقعد 15 يوم ويستوى. اهو بصوا، انا حطيت في الكيس اهوت حبة ملح ووزعتهم في الكيس، ومسحت على السمكة من بره بالملح ودخلتها. خلصت كده كله وربطته اهو. بصوا اصلا لما استوى كان طعمه حلو جدا جدا. طبعا انا حطيته في اكياس كتير قوي عشان الريحة كانت نفاذة جدا. او حطيت كل اتنين في كيسة من دول، وربطت عليهم كويس، وطلعت منهم الهواء وربطت عليهم كويس. بس طبعا زودت لهم اكياس تانية يعني. انا كده عملت كيسة واحدة كده قدامكم عشان اختصر الفيديو اهوت. اهم حاجة تربطوا عليهم كويس علشان ما ينزلش ميته وما يستويش. اهو انا زودت اكياس بعد كده، يعني حطيت في لكل واحدة كيسة او كيستين كمان. اهو هنا بقى كان استوى خلاص. هفتح عليه بقى نشوف المفاجأة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بصوا بقى، انا حطيته في كذا كيسة. يا خرابي على جماله، طعمه كان تحفة، بسم الله ما شاء الله عليه، طلع تحفة بسم الله ما شاء الله. بصوا شكله عامل ازاي، ما شاء الله.
بصوا هفتح بقى كده قدامكم بالمقص وهتشوفوا شكله من جوه كان عامل ازاي. يعني انا بصراحة ما كنتش قادرة اقاومه، وكمان مش حادق، كان ملحه حلو قوي. بصوا احمر ازاي من جوه، بصوا شكله عامل ازاي. ما حطيتش كركم، ما حطيتش اي حاجه، هم حبه بابريكا خفيف جدا جدا اللي انا حطيتهم. انا هفتح كله معاكم وهخليه برضو معاكم عشان انا بحبه مخلي. طبعا اللي عايز ياكله كده ياكله، كل واحد ياكله بالطريقه اللي تعجبه. وبصل اخضر وفلفل وكان بطاطس محمره وحاجات جميله يعني بصراحه. بصوا بقى شكله عامل ازاي، مستوي وزبده. بسم الله ما شاء الله عليه. استغفر الله العظيم يا رب واتوب اليك، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا هفتح معاكم ال4 سمكات اوريهم لكم من جوه كان شكلهم عامل ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا شكلها عامل ازاي. هي الفسيخة اصلا طالعة من جوه مصفرة كده من غير كركم من غير اي حاجة، ولا نشتريه من بره بمبلغ كبير ولا اي حاجة. انا اصلا كنت بجيبه من بره الكيلو مخلي ب200 جنيه، يعني الكيلو كان سمكتين ب200 جنيه. انا ده جايبه كيلو البوري ب75 جنيه. بصوا تخيلوا الفرق بقى. وما قعدش كتير، يعني هو كل اللي قعده بالظبط 8 ايام او اسبوع واستوى اهوت. وطلع انا احلى من بتاع المحلات وانضف. اهو بصوا شكله عامل ازاي من جوه. هتشوفوني بقى وانا بخليه. نلم بس الحاجه كده اللي قدامنا عشان نفضي مكان كده للخلي والاطباق. اهو بصوا حاجه كده يعني تخلي اللي لو حتى مش جعانين هتاكلوا من شكله اصلا وجماله. بصوا في الخلي بتاع الفسيخ في ناس بتقول لما ما نجردش الفسيخ من بره ونشيل القشور بتاعته ده كده هيزفره. لا انا ما شلتش القشور على فكرة، والفسيخ ما اتزفرش وما حصلهوش اي حاجة، لان انا كده كده مش محتاجة الجلد في حاجة يعني. هشيل القشور ليه؟ يعني خطوة ما انا شايفة ان هي ملهاش لازمة، بس طبعا اللي عايز يعملها وبعد كده يخلي يعملها. بس هي لو ما اتعملتش ما بتزفرش الفسيخ ولا اي حاجة. اهو بصوا الشوكة طلعت مني بكل سهولة، انا بس قصيتها من الديل من تحت. اهو بصوا بقى وانا بخلي عامل ازاي. بصوا طلع معايا بكل سهولة، كان زبدة مزبت كده وجميل. بصوا طري عامل ازاي، كان بس وطعمه كان بصوا ما شاء الله عليه. والله انا جوزي قال لي انا في حياتي ما اكلت فسيخ بالطعم ده. وامي كمان لما اكلت منه عجبها جدا وقالت لي انا اكلت الفسيخ لا هو حادق ولا عادب ومظبوط وفي كل حاجة وكان طعمه جميل. الحمد لله. هو للأمانة يعني أنا خدت الخطوات بتاعته وطريقته من حمات أختي. أختي قعدت تقولي حماتي بتعمل فسيخ جميل وكده. قلت لها خلاص طب شوفيها بتعمله ازاي وقوليلي. فقالت لي فجربته كده وطلع حلو قوي، فقلت اقول لكم الطريقة. طريقته سهلة جدا وما بتاخدش وقت هو بس أهم حاجة ان احنا ننشف السمك كويس، ده أهم حاجة. اهو بصوا بقى انا بخليه ازاي بكل سهولة بالمعلقة كده بيطلع معايا. وبنضفه حتى بالمعلقة، يعني بطلع البطن بتاعته بالمعلقة عادي بتطلع بكل سهولة معايا. اهو بصوا ازاي جميل والله، ومش هتبطلوا تعملوه اصلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو جربتوا الطريقة ديت هتبطلوا تشتروا الفسيخ من بره، هتستسهلوه اصلا. يعني احنا مثلا عايزين ناكل فسيخ خلاص قبليها انزلوا هاتوا واعملوه، مش هياخد اسبوع 8 ايام بالكتير قوي وتاكلوا منه. بصوا في طريقة تانية انا شفتها. اللي جايب كمية كبيرة مثلا وكده وعندكم ازايز المية اللي هي الكبيرة، اللي هي اللي هي ال5 لتر وال10 لتر وكده. ممكن تعملوه في ازايز المية، تحطوا في الأرضية بتاعت ازازة المية ملح.
طبعا بعد ما تتنشف وكده يعني ما يبقاش فيها مية خالص، هتحطوا فيها ملح وتحطوا فيها الفسيخ، يعني تحشوا الفسيخ برضو راسه ملح نفس الطريقة كده وتسقطوه كده من الإزازة، ولما تيجوا تفتحوا عليه هتلاقوه برضو استوى وبقى زي الفل اهو. بصوا انا هنا هديت الفيديو ما سرعتهوش عشان تشوفوا طريقة الخلية عاملة ازاي. بصوا الفسيخة شكلها بقى عامل ازاي، جميل جدا جدا وهيعجبكوا ومش هتبطلوا تعملوه. وبعد بقى ما يتحط في الإزازة هتقفله وهتحطوا كيسة كده عند مكان الغطا وهتغطوا وتقفلوا على الكيسة. بصوا بقى هنا بقى هعصر عليه الليمون. طبعا بقى انا بعد ما خليته كده ما خليتش فيه شوكة ولا اي حاجة، غرقته بقى ليمون وزيت وخليته يعني احلى حاجة ممكن تاكلوها بصراحة. والبصل الاخضر ده كان طعمه حلو جدا، ما كانش حامي. الفلفل كان جميل طبعا، كان معاه بطاطس بقى وكده فكان طعمه حلو قوي. بصوا حطيت عليه زيت، حبة زيت ذرة كده برضو يدوله طعم كده ولمعة. بعد كده بقى نقلبه كويس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جربوا تعملوه كده وادعولي ومش هتبطلوه اصلا. الاكلة اللي ما بيختلفش عليها اتنين، مفيش حد في الشعب المصري ما بياكلش فسيخ الا القلة القليلة اهو. بصوا لونه احمر من جوه انا جوزي طالع بيقولي انا شامم ريحته من الدور السادس، يعني بيقولي انا طالع في الاسانسير قاعده اقول في ريحه فسيخ، قال لي انا نسيت انك عامله فسيخ. كانت ريحته طالعه جميله جدا اصلا. اهو هنجيب بقى الليمون والزيت من تحت كده ومن الجناب ونحطه عليه من على الوش. يا رب تكون وصفتي النهارده عجبتكم وطريقه الفسيخ بتاعتي عجبتكم، ويا رب كده تجربوه تدولي ان شاء الله. بصوا شكله بقى عامل ازاي، بصوا احمر ازاي بقى بعد ما تحط عليه كمان الزيت والليمون بقى كان طعمه وشكله احلى. يلا جربوا الطريقة دي وادعولي، وبألف هنا وشفا عليكم.